بتحاول تهرب من الولد اللي سرق فلوسه وبتقلع الجاكيت بتاعها وبتكون لابسه فستان تحته وبيجي وراها وبلاقي قلعت الجاكيت وهي ماشيه بتاخد توكه من ست معديه وبتربط بيها شعرها وبتحط ايديها على البويه اللي في الحيطه وبتحط في شفايفها عشان تغير شكلها وبتحط ايديها في الطين وبتحطها في عينيها عشان كانها حاطه كحله ولما يشوفها ما يعرفهاش وهو ماشي بيلاقي راجل شحات وبيجي له فكره. بعد كده وهي ماشيه بتلاقي راجل شحات وبتطلع الفلوس وبتروح تديها له واول ما بتديها له بيقفشها وبلانش فاكره هتعرفي تهربي مني وبياخدها بالعافيه وبيحطها جوه العربيه ولما بيروح يفتح الباب بيلاقي الباب مقفول وبيستغرب جدا وبيقول عملش كده ازاي وبتروح تشغل العربيه وتمشي بس هو بيفتح الباب وبيشيل السلوك وبيجي ظابط وبيحسبه بيسرق العربيه وبيقول له العربيه دي بتاعت شويه اللي سرقتني وبتقول له الظابط انا فعلا خدت منه الفلوس بس عشان ارجع الحق لاصحابه وبتقول له الظابط انا شفته وهو بيبيع عربيته للراجل عجوز وبعد ما خد منه الفلوس خد العربيه وسرق الراجل عجوز وانا كنت هرجع للراجل عجوز فلوسه وانا عارفه بيته وبقول للظابط خد الفلوس دي ليك بس مش انت وبعد ما البنت بتنزل بيروح يمسكها بس الظابط بيقبض عليه وبقول له دلوقتي القضيه بقت قضيتين قضيه سرقه ورشوه ظابط شرطه وبيقبض عليه